السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه القناة إن شاء الله غيكون مجموعة من القصص مأخوذة من الواقع. هاد القصص كيرسلوا لنا أشخاص تيقولوا لنا هادو قصص وقعوا لنا حنا في الصغر، وهي قصص حقيقية ديالهم. ما تنساوش تشتركوا في القناة باش تكبر العائلة، وخلونا شي كومونتير. نداو على بركة الله. هذه قصة ديال واحد السيد قال لك غادي نشارك معكم القصة ديالي اللي عمرني ما نسيتها. قصة ديال الرعب اللي هي حقيقية، اللي وقعت لي وانا صغير ومازال كنفكر فيها بحال وقعت لي غير البارح، ونبقى عاقل عليها حتى نموت. هادشي اللي جا على اللسان ديال اللي صيفط لنا القصه. ملي كنت صغير كانت كتجيني واحد الحلمه كتعاود بزاف ديال المرات، كتجيني تقريبا كل نهار او بعض المرات كتغيب سيمانه وكترجع تجي. الحلم كان ديما هو نفس الحلم، يعني مكانش شي تغير لنا الحلم. كنشوف واحد المراه اللي هي كبيره لابسه الكحل تقريبا من رجليها حتى راسها، ولابسه واحد اللباس اللي هو طويل بحال الجلابه، والوجه ديالها ما كيبانش غير ظلام. كتكون في الحلم كنشوفها وكنبدا نجري، وهي كتبقى تابعاني خطوه بخطوه حتى كتقرب مني وكنفيق، كضربني الفيق وكنوض وانا مخلوع معرقان، قلبي بغى يخرج له، انا باغي نفاجر بالخوف. دازت الايام والحلم باقي هو نفس الحلم، ما تبدل والو، غير النهار تبدل المشهد اللي فيه. حتى لواحد الليلة كانت ليلة مشؤومة بكل ما فيها. نعست وجاتني نفس الحلمة، ولكن المرة هادي قبل ما تشدني فقت، غير فقت حسيت بشي حاجة ماشي طبيعية. كاين البرد، الكآبة، كأن شي حاجة كتخنق في الهواء. ويا ربي شفتها، نفس المرأة اللي كنحلم بيها وانا فايق تنشوف فيها، واقفة حدايا ويدها كتمد عليا. الضوء كان خافت، يعني كان قليل، ولكن كنت كتجيني في كانت كتجيبني في العينين ديالها شي شر غريب. بديت كنتخنق، الصوت تقطع، كنحاول نغوت ولكن الصوت والو ما كاينش، كأن شي حاجة كتضغط على الصدر ديالي. بقيت هكاك تقريبا بعد دقائق وانا كنجاهد باش نتحرك، حتى نط دفعة واحدة وكنبكي وكنغوت. خرجت تنجري من الباب، بغيت نخرج للزنقة حتى شداتني الوالدة ديالي من ورايا. كانت مخلوعة وانا كنجري ونغوت. كاين شي وحش في الدار، كاين شي مرأة في البيت. دخلوا معايا للبيت، قلبوا كل شي ما لقاو والو. قلت ليهم راني شفت، ولكن كلهم قالوا لي، حتى واحد ما تيقني، قالوا لي راك غير كتخيل وراه غير حلم. ولكن لا، انا راني متاكد شفت داكشي وانا فايق، باللي راه ماشي خيال. كنت كنحس بيها، كنت كنحس بالبرد ديالها، وكنحس بالخوف ديال الموت. ومن ديك الليله ما عمرنا عاود شفتها ولا جاتني في الحلم، كأنها معمرة كانت. ولكن مرة كنسمع شي صوت بالليل ولا شي حاجة كتحرك بلا سبب، كنحس بيها انها كتفرج فيا من بعيد. وصراحة ما عرفتش اشنو هو التفسير ديال هذا الحلم ديالي اللي شفت، وانا حاليا باقي كنتفكروا بحال الا وقع لي غير البارح، بحال وقع لي غير البارح. الا كنتو شي واحد عارف هذا الحلم هذا يقولوا لينا، ولا يقول لي خلينا في الكومونتير يفسر لنا لهذا السيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.